العلم نور والمعرفة قوة، ومفيش حد كان بيقدر العلم والمعرفة قد المصريين القدماء. عشان كده مهنة الكاتب كان ليها أهمية كبيرة جدا. ومن أشهر تماثيل الكتبة هو تمثال الكاتب الموجود في المتحف المصري، وكمان موجود على عملة 200 جنيه. التمثال تم إيجاده في سقارة يعود لعصر الدولة القديمة، تحديدا الأسرة الخامسة. إيده الشمال هنشوفه ماسك مجموعة من لفائف البردي، وفي إيده اليمين كان موجود ريشة للكتابة. الشعر المستعار مرفوع عن ودانه علشان يقدر يسمع كويس الكلام اللي هيكتبه. عينيه مطعمة بالأحجار الشبه كريمة اللي بتعكس الضوء. التمثال مصنوع من الحجر الجيري الملون، كان حوالين رقبته قلادة ولكنها سرقت. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية تمثال الكاتب، نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.